هو ليه دخلته بالجري وبسرعه ليه؟ بصي يا ست الكل، اسمك سعاد. انا يا ست سعاد بتكسف جدا من الافراح، بتحرج، وما كنتش حابه اعمل فرح خالص، بس ماما قالت لي يا نفسي افرح بيكي ومش عارفه ايه. فانا بتحرج من الافراح، بتحرج ان انا لابسه حاجه وكل حد مركز فيا، انا بتحرج من الحاجات دي قوي. فانا عامله، انا كنت عايزه اعمل ايه، انا كنت عايزه اروح اعمل ميك اب والبس فستان وزفه بالعربيات كده واروح البيت خلاص. ماما قالت لي لا، وليه لازم تعملي فرح ومش عارفه ايه، واصحابي يجوا واصحابك وقرايبنا ومش عارفه مين يجي هي مشاركه يعني. فرحت قلت لها ماشي. فجوزي بقى، يعني جوزي نفس شخصيتي بالظبط، بيتكسف جدا. جوزي لو حد بيكلمه ما بيعرفوش مش هيرد عليه، يعني مش هيرد. تيجي تقول له مثلا اي حاجه كلمه كويسه او حلوه تلاقي وشه احمر واتحرج واتكسف. هو جوزي كده بيتكسف جدا، بيتحرج. ف وبالنسبه له جوز ايمان كان جاي برضه بيتكسف، بس خد على الاجواء. انا جوزي ما عايز فتره شويه كده على ما ياخد على الاجواء يعني. ف بالنسبه له اصلا فرح، هو مستغرب ايه الدوشه والصوت العالي ده، وايه ده فيه ايه والناس مركزه معانا، وفي ناس ورانا كانت عايزه تدخل القاعه. فالناس اللي كانوا ورانا اصلا دول جم في الاخر. الناس اصلا انت لو هتلاحظي الناس ورانا ما كانش فيه، كان اللي بيعملوا الزفه كانوا دخلوا الناس كلها لقدامنا، قدامي وانا شايفاهم قدامي وانا واقفه، بس جم ناس تاني ورايا عايزين يدخلوا وعاملين صوت، فبيقولوا للراجل عايزين يخش اللي بيعمل ازاي. فموضوع كبير قوي كده. المهم ان احنا بنتكسف احنا الاتنين. و جوزي ما كانش بيعرف الافراح المصريه والكلام ده، بالنسبه له ده دوشه بس خلاص. المهم ان احنا اتبسطنا في اليوم ده وخلاص، والفلاشه الحمد لله بتاعت الفرح ضاعت. فكله يقول لي يا رب يعني اعطر في فلاشه فرحي، لان انا حالتي النفسيه تعبانه، مش عارفه اوصل لفيديوهات فرح. وكان في فيديوهات لفرح مع موبايل جوز ايمان، وموبايل جوز ايمان اتكسر وقع اتفشفش وما يتصلحش. فالدنيا ضايعه عندي، ضروري الاقي فلاشه فرحي.